وحشتوني حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلكم مستغربين انا غايبه عنكم فين الفتره دي كلها. شايفين المنظر الجميل؟ شايفين الحلاوه اللي انا فيها؟ انا اخر فيديو عملته قلت لكم فيه ان انا عندي سفريه كده. بصراحه كان عندنا فرح في البلد، كان بقالي كتير قوي ما سافرتش، تقريبا حوالي 5 سنين. ما صدقت بقى ان انا جات لي السفريه دي وقلت لا ده انا لازم اطير. عايزه اقول لكم قد ايه الارياف جميله، قد ايه كده هدوء وراحه اعصاب كده. وبجد بلد حلوة قوي، اي بلد ارياف بجد جميلة جدا. كفاية منظر الخضرة والهدوء والهواء النقي اللي بتشميه هناك. انتي بتروحي بتحس ان انتي روحتي الجنة اصلا. بجد انا كنت مستنية السفرية دي من زمان، غيرت مودي كده وغيرت جو كان نفسي اصور لكم حاجات كتيرة، بس انا اكتفيت ان انا اصور لكم الحاجات اللي انا كنت مسافرة عشانها اصلا. زي ما قلت لكم كان عندنا فرح بنت اخت جوزي، وسافرنا بقى عشان نحضر، هي كمان مامتها بنت خالتي يعني. فسافرنا بقى نحضر الفرح ده، فقلت اصور لكم كام حاجه كده، يعني الفرح واجواء الفرح بيعملوا ايه بقى للعروسه، يعني العزال بيبقى رايح ازاي، الحاجات دي يعني عفش العروسه يعني والحاجات دي. فحبيت كده اول حاجه اصور لكم الطريق وانا رايحه وانا راجعه، يعني انا اختصرت لكم الطريق وانا رايحه وانا راجعه في اول فيديو كده. قد ايه المنظر بصراحه جميل، منظر الخضره، اي حاجه لونها اخضر عايزه اقول لكم بتغير من النفسيه. يعني منظر اللون الاخضر في العين كده بيغير كل حاجه. تعالوا بقى نخش على طول واوريكم عفش العروسه وهو رايح. قد ايه الاجواء حلوه قوي بجد والله العظيم، يعني فرحه كده والزيطه ولمه الاهل والحبايب بقى وقرايبك اللي ما شفتيهمش من زمان، واللمه الحلوه والهيصه بجد. يعني اجواء حلوه عكس الافراح هنا في مصر، يعني في القاهره يعني عامه او في اي بلد مش ارياف. بحس ان الافراح بتاعت الارياف او الناس اللي هم الصعايده او الناس اللي هم في البلاد دول بيبقى افراحهم ليها طعم غيرنا كده. لمة القرايب كده مع بعض، وان هم بيبقوا متعاونين في كل حاجه. بيقعدوا يحضروا بقى الاكل بتاع العروسه واكل الصباحيه لا والعشاء اللي رايح للعروسه، ويقعدوا يطبلوا لها والحنه وحاجات كده. هم بس عندهم حاجه غريبه غيرنا كده شويه، ان يوم الحنه بتاعت العروسه بتلبس فستان زي فستان الشبكه عندنا كده، وبتعمل سهره، يعني بيقولوا عليها سهره. بتعمل كوشه كده وقاعده بس بتبقى لوحدها، بيجي عريسها يقعد معاها ساعه ولا حاجه ويمشي، وهي بتكمل سهرتها. انا برضو مصوره لكم الحته دي وهوريكم. بس العروسه عايزه اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، عايزاكم كلكم تعملوا لايكات للفيديو ده بالذات عشان نبقى بنهني العروسه، وتقولوا لها الف مبروك في الكومنتات، لان هي عايزه اقول لكم صديقه عندي وهتبقى مبسوطه قوي لو شافت الكومنتات بتاعتكم. فاتمنى ان انتوا تباركوا لها وتدعوا لها دعوه حلوه ان شاء الله، ان ربنا يكرمها ان شاء الله في جوازتها ويكرمها كده بالذريه الصالحه باذن الله. عايزه اقول لكم بجد اجواء حلوه قوي، مهما قعدت اوصف لكم بجد الاجواء هناك حلوه جدا. وكمان انا كنت مبسوطه زي ما قلت لكم، كان بقالي كتير ما روحتش، شفت ناس ما كنتش شفتها من زمان، قرايبي بقى واصحابي وناس بقى جيران هناك. يعني عايزه اقول لكم ناس كتير ما كنتش شفتها، اتبسطت جدا ان احنا شفنا بعض وقعدنا مع بعض وكلنا وسهرنا بالليل. كان نفسي اصور لكم بصراحه، بس طبعا اغلبيه الناس موضوع التصوير بالنسبه لهم دوت حاجه جامده، يعني ان هم يطلعوا على على النت والكلام ده بالنسبه لهم الموضوع صعب، ففي حاجات كتير ما عرفتش اصورها. فانا اكتفيت كده ان انا اصور لكم بس العفش بتاع العروسه وهو رايح، اللي هو بقى ايه، هدوم العروسه والسجاد والمفارش والبطاطين والمطبخ والتلاجة والغساله، الحاجات اللي هي تخص العروسه يعني، وهي رايحه بقى عند يعني العفش وهو رايح بيت العريس يعني. هنا كمان حبيت اصور لكم هم بيعملوا الفطير، واللي هو البكاكين بتاعه العروسه زي نوع عيش كده بيعملوه للعروسه. بس طبعا برضو ما عرفتش اصور لان الستات كانوا كتير وكانوا ملمومين كتير، وكله كان معترض ان انا اصور وان هم يطلعوا، فحبيت كده يعني بقدر الامكان ان انا اصور لكم حاجات كده بسيطه. بس كان بجد كان نفسي اصور لكم حاجات كتير عشان تشوفوا قد ايه الاجواء هناك حلوه قوي. كان نفسي اصور لكم واحنا بنهيص واحنا بنطبل بقى، واغاني زمان بقى مش صب بقى ودي جي والكلام ده، لا اغاني زمان
كمان بقى وطبلة كده والناس ملمومة وبتطبل وبتغني. بجد اجواء حلوة جدا جدا والله العظيم. يعني انا كان نفسي مرجعش من هناك. انا رحت قعدت اسبوع، يعني عايزة اقول لكم ان انا ضحيت باسبوع المصيف علشان احضر الاجواء ديت واحضر الفرح دوت وابقى مبسوطة بصراحة، لان بجد بتغير النفسية كتير. هو طبعا المصيف بيبقى كويس وكده، بس بتبقي رايحة انت وولادك بس، ناس اصحابك من هنا متعودين بتشوفوا بعض كل يوم، لكن احساس ان انت تشوفي حد بقالك كتير ما شفتيهوش وتقعدوا بقى تفتكروا ايام زمان والذكريات وايام ما كنت بقى اطفال صغننه، بجد بتبقى حاجة حلوة جدا. اتمنى يا رب كل الفرحة تخش بيوت الناس كلها وصلة الرحم دي حاجة حلوة جدا يا بنات والله. يعني حاولي ما تقطعيش بصلة رحمك، حتى لو بينكم وبين بعض مسافات وبلاد. التليفونات دلوقتي والنت ما خلاش حد بعيد يعني، بس برضو يعني ما تستقليش وتقولي مثلا احنا بنكلم بعض بالتليفون مش عارفه ايه، لا. اتمنى ان انت لو ليكي حد في حته بعيده سافري وروحي وغيري جو، هتتبسطي قوي، وخصوصا لو في فرح. تعالوا بقى نشوف العروسه، شايفين القمر والحلاوه، بجد كانت جميله ما شاء الله تبارك الله عليها زي القمر، الله اكبر. عريسها برضو يعني شخصيه محترمه جدا ومهذب، من الناس بصراحه ان انا اعتزيت بمعرفتهم بجد. يعني انا يعني الفيديو ده مخصوص عشانها، يعني احب اوصل لها رساله هي وعريسها، بجد ربنا يبارك لك ويبارك له ان هو حد محترم جدا يا رب، ويعني يرزقكم كده بالذريه الصالحه. زي ما انتم شايفين كده ده يوم الحنه، مش خطوبه والله يا جماعه، ده يوم حنه العروسه. هم عندهم كده بتعمل كوشه وتروح الكوافير وتلبس فستان شبكه عادي زي عندنا، وتيجي تقعد في الكوشه. عريسها بيجي يقعد معاها ساعه او 2، وهو بيبقى عامل برضو حنه لنفسه، بيجي يقعد معاها ساعه او 2 وبعد كده بيروح، وهي بتفضل قاعده بقى تكمل سهرتها. هنا بقى كمان يوم الدخله، يوم الفرح بقى زي ما انتم شايفين، برضو ليلتهم كانت حلوه جدا. اليوم بتاع الحنه ده العروسه بتعمله عند بيتها، او لو هي حاجزه قاعه او في نادي او اي حاجه. وهنا الفرح بقى عند العريس زي ما انتم شايفين، برضو ما شاء الله تبارك الله عليهم، الاثنين كانوا زي القمر. يعني بجد مش عارفه اقول لهم ايه. كل اللي انا عايزه اقوله لكم، يا رب النهارده الفيديو يكون حلو، يا رب اكون فكرتكم كده بايام زمان، ولو كل حد عنده بلد بيسافرها اكون فكرتكم بايام الطفوله بقى وايام ما كنتوا بتسافروا البلد. كل اللي عايزاه منكم، اتمنى بجد بجد تدعوا لهم ان ربنا يهدي سرهم ويرزقهم كده بالذريه الصالحه، ويجعلها كده زوجه صالحه لجوزها، ويجعله زوج صالح ليها ان شاء الله، ويوفقهم ويبنوا حياه كده احسن من اي حد. اي 2 مقبلين على الزواج او بيتجوزوا جديد، ربنا يهدي سرهم ويجعل لهم كده ذريه صالحه وايام جايه كده حلوه كتير. اتمنى ان انتوا تدعوا لهم كتير كتير كتير، عشان حبيبه قلبي حبيبه خالتها. ادعوا لها، هي بتشوف فيديوهاتي. اتمنى ان انتوا في الكومنتات تدعوا لها كتير جدا وتباركوا لها، عشان هي بتتبسط كده وتبقى داخله على الحياه اللي هي داخله عليها كده، وهي مقبله عليها بفرحه كده وسعيده. انا طبعا بقول لها الف مبروك يا يويو يا حبيبتي، وان شاء الله المره الجايه اجيلك كده في اسبوع النونو باذن الله. وادعوا لها لان هي كمان هتسافر، يعني جوزها هيسافر بلد بره بيشتغل فيها يعني، فهياخدها وهتغيب عننا شويه حلوين كده، فان شاء الله اقابلها على خير. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، استنى رايكم ان شاء الله في الكومنت.